مساء الخير يا شباب، عاملين ايه؟ حلقة جديدة من حلقاتنا النهاردة هنتكلم فيها عن ماتش الأهلي وحرس الحدود. طبعا كلنا شفنا العك اللي حصل النهاردة من كولر في الملعب، وكلنا شفنا طريقة اللعب بتاعت كولر. طبعا عنوان الحلقة النهاردة رحيل كولر حرفيا. بس قبل ما نبتدي الفيديو ما ننساش ان احنا نفعل زر الجرس، وما ننساش ان احنا نعمل سبسكرايب للصفحة ونعمل لايك للفيديو عشان يوصلنا كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اولا انا هتكلم عن اداء كولر، انا مش هتكلم عن اداء اللعيبه، لان اداء اللعيبه من وجهة نظري انا شايف ان مفيش اي جمله بتحصل في الملعب، بغض النظر عن ارضيه الملعب السيئه، بغض النظر عن التشكيل اللي بيعمله كولر. يعني اللي انقذ كولر النهارده انا وجهة نظري شايف ان بن شرقي هو اللي انقذه النهارده. كولر كان بيلعب على طريقه 4-2-4. طبعا اكبر خطأ عمله النهارده ان هو ما ابتداش ببن شرقي، نفس الخطأ. آه، مشاكل كتيرة جدا بنشوفها النهارده في الملعب، مشاكل كتيرة جدا وعك بنشوفه من كولر. كولر لحد النهارده دايما بيلعب بطريقة معتادة، ان هو متعود ان يخلي الوينجات اللي معاه تبقى في حالة دفاعية مع الباكات. النهارده حرفيا حرس الحدود كان بيلعب علينا كورة حرفيا، كان دايما متواجد في ال18 كتير جدا. كان وارد ان يبقى فيه هدف في الكورة اللي خدها اللاعب من ناحية الطرف ودخل بيها للعمق وشاط، لولا ستر ربنا انا ما شفتش الكورة كويس، تقريبا خبطت في العارضة او خرجت بره. كان وارد انها تبقى هدف لولا ستر ربنا ان الكورة عليت والحمد لله خرجت. السبب الاول والاخير في ده هو كولر. السبب الاول والاخير في ده هو كولر. انا مش هدافع عن كولر تاني، انت طلبت صفقات وجات لك الصفقات، طلبت بان يكون في صفقات وكنا بنعذرك علشان خاطر ان الاداره فعلا كانت مقصره من ناحيه الصفقات الفترات اللي فاتت. بدل ما كان عندك لعيب بقى عندك لعيب واتنين وتلاته. طالبت بان يكون معاك وينج، دلوقتي معاك وينج. طالب ايه تاني؟ طريقتك هي اللي غلط، وطريقتك بقت مكشوفة، وطريقتك بقت باينة جدا لأي مدرب بيعمله. يعني حتى مدرب الحرس كابتن محمد يوسف كان قريب جدا في الماتش، حرفيا كان قريب جدا في الماتش. الراجل لما بيشوف ان في مشكلة ان النادي الاهلي ما بيعرفش يلعب الكورة من ناحية ال18 الخصم، الراجل مقفل عليك، حاطط 5 في الدفاع. الراجل مقفل عليك دفاعيا وعامل زحمة في الدفاع، وانت مش عندكش اي حلول، ما بتعملش اي حاجة جديدة. ما بشوفكش ان انت بتلعب كورة فيها جملة، ما بشوفكش ان انت مثلا بتدي جملة للاعب ينزل يعملها في الملعب عشان يشد الدفاع او يشد الباكات. ما بشوفش اي حاجة من الكلام ده كله. عندك مشكلة كبيرة جدا 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 من الناحية الفنية، وده الكلام ده كان باين حتى من ماتش الزمالك اللي فات. حتى ماتش الزمالك اللي فات عكيت عك مش طبيعي، بدل ما كنت بتلعب بمحمد عبد الله كنت وارد ان انت تنزل حسين الشحات وتحط ناحيه الشمال بن شرقي زي ما انت عملت ده بعد الشوط التاني. يعني انا مش عارف انت بتعمل ايه وعايز توصل ليه. فكره ان انت لحد النهارده بتعمل تخمه بان انت بتخلي اللعيبه مركونه عندك على الدكه، وان انت بتجرب لعيبه، انا الحته دي مش عجباني فيك نهائي. حتى من بدايه ماتش الزمالك كونك انك بتلعب محمد عبد الله وينج وبتحط معاه برضو نفس الكلام حسين الشحات، ده ما كانش حل كويس. كنت وارد ان انت تلعب بالاتنين، كنت وارد تلعب ان انت بن شرقي ناحيه الشمال وتحط طبعا حسين الشحات ناحيه اليمين، قدامهم جراتيشار يا سيدي. حتى على الاقل حتى على الاقل كنت تضمن الفوز. طبعا ما عملتش ده. حتى نادي الزمالك اللي هو للاسف مفلس فنيا، اللي هو للاسف ما فيهوش لعيبه، اللي هو للاسف بيعاني من مشاكل كتيره، بيعاني من تغريمات، بيعاني من ان مفيش صفقات، بيطالب بصفقات، مش عارف تغلبه وبتعادلت معاه. معنى كده ان انت عندك مشكله. انا مش عايز اسمع مبررات تاني. طالبت بصفقات، الاداره جابت لك صفقات. انا شايف ان كولر ابتدى خلاص، الراجل ما عندوش جديد يقدمه. حرفيا النادي الاهلي لازم حتما ولا بد انه يبتدي ان هو يدور على مدرب جديد علشان خاطر يلحق الموسم. لان انا شايف ان مع كولر حرفيا انا لا هعرف اتعامل في كاس العالم، ولا هعرف اتعامل في البطولات اللي انا هبقى متواجد فيها، سواء البطولات القاريه او البطولات المحليه. بالمنظر ده ممكن وارد جدا ان انا استنزف نقاط، يبتدي الفريق المنافس ايا كان بيراميدز او الزمالك ان هو ياخد الدوري مني، بسبب للاسف مدرب بفلس فنيا وما عندوش اي حلول في الملعب.
يعني انا ما عنديش حاجه اقولها بجد. النادي الاهلي بيعاني بسبب مشاكل فنيه. انا النهارده كنت بلعب من غير مدرب حرفيا، انا ما كنتش شايف ان كولر ما عندوش اي فكره تكتيكيه في الملعب. ايه الفكره؟ ايه التكتيك يعني عايز افهم انت بتعمل ايه، ايه التعليمات اللي اديتها للعيبه؟ انا مش شايف اللعيبه بتعمل اي حاجه اكتر من انها بتاخد الكوره وبتروح تضبش. مش شايف اي جمله في الملعب. نفس الطريقه ان انت بتلعب كرات طويله، بتلعب عرضيات، بتعمل كل حاجه، بس مفيش اي نتيجه. لكن انت هل بقى ليك اي حاجه تكتيكيه في الملعب؟ ما بشوفش ده. النهارده كنت وارد اخرج بالتعادل او الخساره. فاتمنى الاداره تلحق انها تشوف حل يعني انها تبتدي تدور على مدرب جديد بقى، تجيب فايلر بقى، تجيب كارلوس كيروش، تبتدي تدور على اي مدرب بديل لكولر، لان كولر حرفيا احنا كنا عازلينك في حته الصفقات، وكنا عايزينك الفترات اللي فاتت بسبب تاثير الاداره ما اثرتش. الاداره جابت لك الصفقات اللي انت عايزها. ده بالنسبه لكولر. اما بالنسبه لبن شرقي حرفيا انا مبسوط ان احنا قدرنا ان احنا ننجح ان احنا نجيب صفقه زي بن شرقي. حرفيا بن شرقي من افضل اللعيبه دلوقتي المتواجده في النادي. الكره اللي لعبها بشكل غير طبيعي. النهارده حرفيا بن شرقي عمل جمل كتيره جدا من ناحيه الطرف. كان هو اخطر من ضمن الناس الخطره على الجون خلال الشوط الثاني. الراجل نزل، كان ماسك كوره، كان بيعمل عرضيات كويسه، كان بيعمل كل حاجه علشان يقدر ان هو يحصد اهداف. فالحمد لله. امام عاشور النهارده كان وجهة نظري شايف ان امام عاشور ما كانش في مستواه. كل لعيبه النادي الاهلي حرفيا ما كانتش في مستواهم. يعني انا شايف ان امام عاشور كان حدا ما كان الراجل بيحاول هو وسام. غير كده بقيه اللعيبه ما فيش اي حد فيهم بيعمل اي حاجه بديله. ايا كان بقى، سواء العش، سواء الدبيس، سواء مروان عطيه، السوليه، ايا كان بقيه اللعيبه كلها حرفيا انا شايف ان احنا حتى خروجنا بالكوره كان بالعافيه. الوحيد اللي كان بيخرج بالكوره هو كان مروان عطيه، ودي حاجه تحسب له. اكتر من كده لكن كنت بشوف اي حاجه بديله كده عن مروان عطيه في الادوار اللي هو كان بيقدمها ما كنتش بشوف. هو دور واحد كان بيقدمه ان هو كان بيطلع بالكوره كويس، وكان بيقدر ان هو يوصل الكرة للخط اللي قدام. لكن على الصعيد التاني ما كنتش بشوف منه التحامات، ما كنتش بشوف منه اي حاجه بديله لدي. فانا كنت شايف ان هو كان ما كانش في مستواه النهارده. طبعا بالنسبه لجراتيشار، الراجل طبعا كتر خيره. الراجل بيعمل كل اللي عليه، بيتحرك كويس. الراجل بيحاول ان هو يعمل اي حاجه في الملعب. حتى في الماتش بتاع الزمالك عمل عرضيه حلوه جدا لبن شرقي وقدر ان هو يسجل اهداف، وهو كان هيعمل ده حتى في الشوط الثاني في ماتش النهارده في ماتش الحرس. لكن طبعا ما حصلش نصيبه. ما راجل ما قدرش يعمل اي مساهمات في الماتش النهارده. بس ده مش معناه ان انا اشيله الماتش. انا الشخص الوحيد اللي بشيله الماتش النهارده هو كولر، بغض النظر عن حالة اللعيبة. بس انا شايف ان ما كانش فيه النهارده اي حاجة تكتيكية من ناحية المدرب. يعني حرفيا احنا كنا بنلعب النهارده حرفيا من غير مدرب. محمد يوسف يعني كان اشطر من كولر. محمد يوسف. طبعا في نهاية حلقتنا ده طبعا كنت حابب اقوله النهارده بخصوص الماتش. ما كنتش مش عارف اتكلم في حاجة، لان حرفيا الاداء النهارده كان سيء جدا. حتى في الماتش اللي فات مش لاقي حاجة اتكلم فيها اكتر من ان انا بشوف طول الوقت مشاكل كتيرة جدا من الفريق. فبحاول اهدى على قدر الامكان، لان انا ما بحبش اطلع اعمل فيديوهات الا لما يكون النادي الاهلي كسبان. حتة التعادل والخسارة دي انا شايف ان المواضيع دلوقتي مرتبطة بفكرة اداء مدرب ومشاكل ادارية. فاتمنى ان نلحق ان احنا نبتدي نعمل اي حاجة جديدة في الملعب. اتمنى ان اشوف اللعيبة بتعمل حاجة جديدة في الملعب. طبعا اكتفي بهذا القدر. اشوفكم ان شاء الله في الحلقة اللي جاية. واتمنى من كل اخواتي وحبايبي متنسوش يعملوا سبسكرايب للصفحة ولايك للفيديو ونفعل زر الجرس عشان يوصل لنا كل جديد. استودعكم الله.